مساء الخير على أحلى متابعات، وأهلا بيكم في جزء جديد من سلسلة الريفيوهات. النهاردة هنقارن ما بين أشهر نوعين كونسيلر موجودين على السوشيال ميديا من الدراج ستور، وزي ما انتم شايفين كده هو كاتريس ليكويد كاموفلاج ميبلين فيت مي كونسيلر. وعشان تعرفوا رأيي فيهم يلا نشوف الفيديو. دلوقتي هحط تحت العين دي هحط فيت مي من ميبلين، وتحت العين دي هحط كاتريس. بعد ما دمجتهم هما الاتنين اقدر اقول ان هما من حيث التغطية الاتنين واحد، تغطيتهم حلوة جدا بيغطوا كويس. اما من حيث الدرجة او من حيث التنويرة بتاعت الوش فالكاموفلاج علشان لونه افتح طبعا من فيت مي، فمدي تنويرة لتحت العين بشكل افضل. وبصراحة هو ده اللي انا كنت محتاجاه. فاونديشن نفس الدرجة بتاعتي بس تنويرة في منطقة تحت العين والاماكن اللي انا حابة اضويها فقط. كمان عايزة اقول لكم ان كاتريس بينشف بشكل اسرع واكبر من ميبلين، ثانيتين وتبتدي انك انت تدمجي لانه بينشف، وساعتها دمجه هيبقى صعب جدا. بس للامانه فيت مي علشان الدرجه بتاعته على مديه على اللون مشمشي شويه، مغطيالي الهالات بالنسبه لي انا في الواقع يعني بشكل افضل من كاتريس. كاتريس برضو واضح ان انا في هالات عندي هنا، يعني الشاد بتاعها واضح. دلوقتي بعد كده اللي هعملها ان انا هحط الاول فيت مي علشان اكنسل لون الهالات تماما. ما تنسوش ان انا ما حطيتش كوريكتور قبل ما اوزع الفاونديشن، وبعد كده احط الكاتريس كنوع من انواع التنوير اكتر. بالنسبه للمقارنه بقى ما بين الاتنين، اخر حاجه تغطيتهم حلوه. لو انت عندك هالات تجيبي 0.20 هتديكي نفس الدرجة بتاعت فيت مي من كاتريس. ده ووتر بروف، ده مش ووتر بروف. سعره ارخص من فيت مي ميبلين. فيت مي وقت ما جبته كان ب127، ده ب110 ب105، فطبعا هو ارخص. توب 1 هو كاتريس، وتوب 2 هو ميبلين فيت مي. فدلوقتي هعمل مقارنة ما بينهم هما الاتنين زي ما عملت في الكونسيلر.